السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بكل عشاق السفر والمغامرة. النهاردة معانا وحش جديد من شركة دايون اكس اف 300. هو الحقيقة مش جديد ونازل من 3 سنين، ولكنه يعتبر جديد في السوق المصري. لو بتدور على موتوسيكل ادفنتشر بمواصفات محترمة وسعر على قد الايد يمشيك في الزحمة ويشيلك في السفر، يبقى الفيديو ده ليك. جهز قهوتك ويلا بينا نعرف التفاصيل. اول حاجه تخطف عينك في الاكس اف 300 هي الهيبه. الموتوسيكل جاي بتصميم هجومي صريح واضاءه ليد بالكامل، سواء الكشاف الامامي اللي بيدي رؤيه ممتازه بالليل او الكشاف الخلفي اللي بيدي شكل عصري وحديث وبسيط في نفس الوقت. الموتوسيكل بيجي مجهز بثلاث بوكسات خلفي وجانبي قويين جدا ومساحه ممتازه عشان تاخد البيك كله وانت مسافر. نيجي بقى للمهم، قلب الوحش ده الموتور. الموتوسيكل ده شايل موتور 285.8 سي سي، واحد سلندر واربعة صباب شغال بنظام تبريد ميه. والاهم من ده كله انه بيجي انجكشن، يعني وداع لمشاكل الكربراتير اللي ما بتخلصش واستهلاك البنزين العالي. الموتور ده بيطلع قوة 19.5 كيلو وات عند 8000 لفة، يعني انت بتتكلم في حوالي 26 حصان، وعزم 27.3 نيوتن متر عند 6500 لفة. وده رقم محترم جدا لموتوسيكل في الفئة دي، ويخليه يتفوق على منافسين كتير في السحب والسرعة. وكمان الشركة بتقول إن التكنولوجيا دي متاخدة من منصة هوندا سي بي ار 300 ار، وده معناه اعتمادية عالية وأداء ناعم. بخصوص الأداء، البايك مزود بفتيس 6 سرعات، أول تحت والباقي فوق، بيديك تسارع قوي في البداية وراحة للموتور على السرعات العالية. السرعة القصوى على الورق 130 كم في الساعة، وبتزيد ل 140 أو 150 على أرض الواقع، وده رقم ممتاز لفئته. دايون ما اهتمتش بس بالسرعة والقوة، اهتمت كمان بالأمان. الموتوسيكل مزود بنظام فرامل ABS من الجيل التاسع لشركة بوش الألمانية، وده يديك ثبات جبار في الفرامل المفاجئة ويمنع انزلاق العجل. بالنسبة للكاوتش فجاي في كاوتش اوف رود لكل التضاريس اللي هتقابلك، مقاس أمامي 17 على 110 على 80، وخلفي 17 على 140 على 80، يعني جاهز للمطبات والرمل أو حتى الطرق المبلولة. وكمان ثبات ممتاز. وبما انه موتوسيكل سفر فالتانك هنا حجمه 16 لتر، وده يمشيك مسافة محترمة جدا من غير ما تقلق. اما الكرسي مزود بنظام سبليت سيت، يعني منفصل عشان يوفر راحة ليك وللراكب اللي وراك. نيجي بقى لراحة ظهرك، فالمساعد الخلفي هنا مش مجرد سوستة وخلاص، ده فيه مساحة حركة بتوصل ل 9.5 سنتي، وده معناه إن المساعد بياخد ويدي معاك بمرونة عالية. يعني لو أخدت مطب مفاجئ أو مشيت في طرق مكسرة، المساعد هيمتص الصدمة دي بدل ما تسمع في ظهرك، وهتلاقي الموتوسيكل ناعم جدا معاك. وجاي كمان باتنين مساعد أمامي مقلوبين عشان تدخل في أي مكان أنت عايزه من غير ما تحس بأي مطب. الداينو الاكس اف 300 بيقدم معادله صعبه، تكنولوجيا حقن وفرامل ABS من بوش وتبريد ميه وشكل ادفنتشر شيك وموتور قوي.
لو انت لسه بادئ في عالم السفر او عايز موتوسيكل عملي وشكله فخم، ده اختيار لازم تحطه في حساباتك. في النهايه يا شباب، الاكس اف 300 ورقيا ومواصفات بيقولوا انه منافس قوي جدا، لكن الكلام على الورق غير التجربه على الطريق. وعشان كده انا حاليا بجهز لكم فيديو التجربه الفعليه، وهننزل بالبايك وسط الزحمه ونجربه على الطرق المفتوحه ونشوف سحبه وفرامله واداؤه الحقيقي عامل ازاي. فلو مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي عشان اول ما فيديو التجربه ينزل تكون انت اول واحد يشوفه. مستني اسئلتكم في الكومنتات عشان اجاوب عليها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.